بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن ازاي نقدم لأداء امتحان الصف الاول والثاني الثانوي. تمام كده. وان شاء الله رب العالمين الدنيا بسيطة وسهلة، والاستمارة مليانها، مفيش اسهل من كده، والكل ان شاء الله هيقدر يملى الاستمارة بتاعته. اول حاجة انا هسيب لكم رابط ان شاء الله رب العالمين في صندوق الوصف بتاع الفيديو دوت. هسيب لكم رابطين على فكرة. الرابط الاول هو عبارة عن رابط الصفحة اللي حضرتك شايفها قدامك ديت، وهي تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان العام الدراسي 22-23. وببدأ لو انا عندي او عارف الحساب بتاعي ومفعله او كده، تمام، ببدأ أعمل تسجيل دخول. مش عارفه، ببدأ أروح على إنشاء حساب البريد الإلكتروني، بوديني على صفحة الحساب الموحد، وببدأ أشوف الدنيا شكلها إيه. طبعا إحنا كلنا طالما معاك الكود فأنت عارف الحساب الموحد، تمام، لأن عند الجميع عبارة عن الكود والشرقية 3 والMOE.edu.eg. وطبعا كلمة المرور ليها معروفة برضو عند الكل، وهي عبارة عن اس كابيتال تي دي، وبعدين شباك، وبعدين تاريخ الميلاد. طيب، هبدأ أضغط على تسجيل دخول. هيبدأ يقول لي من فضلك أدخل البريد الإلكتروني على منصة 365، الأوفيس 365، طبعا اللي هو الحساب الموحد اللي احنا بنقول عليه. هكتب الحساب الموحد بتاعي اللي هو الكود والشرقية 3 وزي ما انتوا عارفين يعني، وهبدأ اعمل تسجيل دخول. هيبدأ يطلب مني كلمة الباسورد، تمام، او كلمة المرور. ببدأ اكتب كلمة المرور، وبعد كده بعمل ساين ان. عملت ساين ان، بيبدأ يدخلني على تسجيل الاستمارة. في الاستمارة عايزين نراعي فيها حاجتين مهمين. اول حاجة اتأكد من البيانات بتاعتي، ولذلك انا هعمل حفظ مش هعمل طباعة. الطباعة بعد خلاص ما اكون مريت على الاستمارة مرة واتنين ومتأكد، خلاص ببدأ اعمل طباعة واخد الاستمارة واديها مدرستي. دي الحاجة التانية، بتأكد بس ان الصورة ليها مواصفات معينة، وهي ان هي تكون عبارة عن جي بي جي، وفي نفس الوقت بحجم لا يزيد عن 1 ميجا بايت. ان شاء الله رب العالمين ممكن حضراتكم بس تاخدوا صورة بالموبايل هتكفي، وهتكون بالحجم وبالامتداد اللي هو عايزه. طب لو حد عنده صورة او مش بالامتداد دوت ولا بالحجم ده، بنقدر نظبط الحجم ونقدر نظبط الامتداد من خلال رابط تاني انا سايباه في صندوق الوصف. بتقدر تدخل، وبرنامج على جوجل او اونلاين بتقدر ان انت تظبط منه الصورة وتظبط منه الحجم، تمام كده. طبعا البيانات اللي موجودة عندي دي كلها بيانات متسجلة قبل كده، وكلها يعتبر هي الصورة هنا اللي جديدة، ماشي، او الصورة هي اللي مطلوبة يعني. الحاجة التانية، ده كله موجود، بس محافظة العنوان هي اللي بتطلب من جنب السهم الصغير ده، بضغط عليها بيديني كل المحافظات. بختار الشرقية في قسم مركز هي، برضو بضغط على السهم الصغير ده بختار هي، وبكتب مهنة الوالد، ودي كلها بيانات موجودة عندي، تمام كده. وببدأ أكمل كل البيانات دي موجودة، تمام. ببدأ أعمل زي ما احنا اتفقنا وقلنا يا ولاد، أنا هعمل حفظ بس دلوقتي. لما أمر على الاستمارة مرة واتنين، وبعد كده تطلب مني في المدرسة، هبدأ أعمل طباعة الاستمارة وأروح مطلعاها، وبعد كده أبدأ أوديها مدرستي، تمام كده. طب أنا الصورة مش كانت مناسبة اللي معايا، فأنا ببدأ هسيبلكوا رابط برضو لتغيير حجم ملفات الصور اونلاين، تمام، والامتداد بتاعها، مش الملفات بس. اول حاجة هنا بيقول لي اختار ملف، ببدأ اضغط على اختار ملف. هيبدأ يوديني
الكمبيوتر بتاعي، بجيب الصورة من المكان اللي انا حافظها. هنا طبعا ببدأ من السهم الصغير ده، ببدأ اختار الصيغة اللي انا عايزها، طبعا جي بي جي هي اللي بتنفع للاستمارة. وبعد كده بكتب الحجم اللي انا عايزه هنا، وببدأ اعمل البدء واضغط عليها، بيبدأ يحول لي الملف. باجي من عندي تحميل هنا وببدأ اضغط عليه ينزل لي الملف بتاعي هنا، وببدأ ان انا اخد الصورة بتاعتي واعمل تحميل للصورة بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة. الدنيا بسيطة وسهلة، وان شاء الله لقطة الموبايل هتخليك مش محتاج تستخدم البرنامج بتاع تحويل الصور. وبتمنى لو حضرتك استفدت من الفيديو تدعم القناة بسبسكرايب وشير ولايك وتعليق، دعم من حضرتك لقناتنا. ولو ليك اي سؤال ان شاء الله هبص على التعليقات وهجاوب عليها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.